مرحبا بكم اليوم، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله باش نبارطاجي معاكم بغانش عائلي. دونك البغانش متاع نهار الاحد، كما نعرف الناس الكل نهار الاحد هو النهار اللي تتلم فيه العائله الكل. دونك هذاك علاش ديما نهار الاحد نعمل بغانش هكا، خاطر الصغار زادا يحبوه برشا. دونك ما نطولش عليكم برشا، واذا كنتم اول مره زادا تشرفونا في القناه ما تنساوش الاشتراك والضغط على زر الإعجاب باش يوصلكم كل فيديو جديد ننزله في القناة. وتوا يلا نبدو مع بعضنا. واول حاجه باش نبدو بها البنات، دونك باش نبدو نحضروا في البانكيك. لهنا البنات عندي 150 غرام من الفارينه، عندي باش ناخذ نصف ساشي من خميره الحلويات. لهنا عندي بيضتين، دونك البيضتين قسمت الاصفر وحده والابيض وحده. لهنا زاد عندي 200 مليلتر من الحليب، وعندي واحده من سكر الفانيلا، وعندي زاد مغرفه سكر عادي. ان شاء الله باش نخلي لكم جميع المكونات موجوده في صندوق الوصف لهنا. دونك خذيت الفرينه، زدت عليها السكر الفانيلا والسكر العادي، ونخلطهم الكل بالباهي مع بعضها. وباش نزيد نصف الساشي من خميره الحلويات ليفيغ شيميك، وباش نزيدو الاصفر البيض. وتوا باش نبدو نزيدو في الحليب كما قاعدين تشوفوا، نجو في الوسط ونبدو نحركوا البنات. دونك بالوسط في الوسط كما قاعدين تشوفوا، وبشويه بشويه نبدو نجبدو في الفرينه بتاعنا. الطريقه هذه تخلي البانكيك نتاعكم هكا تجيكم معناها صافيه، ما فيهاش شكل الحبيبات كما قاعدين تشوفوا. في الوسط نجبدو بشوي بشوي الفرينه حتى نكملوها الكل. وزاد البنات اذا كان تحبوا تربحوا الوقت، البانكيك هذه تنجموا تحضروها الخليط نتاعها في الليل. لهنا كيف ما شفتوا خذيت بيض البيض وطلعته بلون نيش كما تشوفوا، وباش هكا نزيد الكميه وباش نخلطها بالخليط اللي قبله. حطيت الكمية كلها مع بعضها. لهنا كما تشوفوا دونك نحركو من الفوق لتحت بالطريقة هذه باش ما نطيحوش البلوندنيش. لهنا كما تشوفوا هو النتيجة الأخيرة كما تشوفوا لهنا سايي. دونك هذه القوام اللي حاجتي به في البانكيك. وكما قلت لكم البنات تنجموا تحضروها على بكري من الليل باش تسهل عليكم في الصباح ما يبداش عندكم برشا خدمه. لهنا خديت البويل متاعي اللي خاص بالبانكيك، وتنجموا تاخذوا حتى العادي البناتي اللي موجود عندكم. وباش نبدا نطيب في البانكيك متاعي، دونك الجهه الاولى تبقى تقريبا دقيقه، ومن بعد نقلبها من الجهه الثانيه كما تشوفوا. دونك لهنا باش ما تلصقش ادهنوا بشويه زبده نسيسو، ونحاولوا نقلبوها من الجهه الثانيه هكا، ونكمل البانكيك متاعي الكل. وتوا نجو للبلاتو شاركوتري. دونك لهنا البلاتو المالح هذا البنات باللي موجود عندكم في الدار. اذا كان عندكم كما تشوفوا داند فيمي والا سوسيسون والا معناه اي نوع هكا صغيرات يحبوه اللي معناه. دونك علاش ليه يكون من المستحسن ان نحطوه في البغانش. لهنا دونك حطيت عندي الداند، من بعد حطيت عندي الموتزاريلا قسيتها دي ترونش، عندي شويه فقوس حتى هو. دونك قسيتو البنات لهنا باللي موجود عندكم في الدار. تحضروا البلاتو نتاعكم تشوفوا الفريجيدير نتاعكم شنو هو فيه، وتنجموا تحضروا باللي موجود عندكم البنات. ما هناش حاجه هكا كيف ما نقولوا لازم ولا اكيده، اللي موجود عندكم تنجموا تعملوا بلاتو مزيان وبالمتوفر. لهنا خديت الفرomاج نتاعي عملته هكا غولي. لهنا زادت دي ترونش نتاع السوسيسون. دونك لهنا كيما تشوفوا البنات بلاتو خفيف هكا متنوع بالموجود عندي في الدار. لهنا البنات بعد كملنا الا البلاتو شاركوتري، دونك باش نعملوا زاده البلاتو نتاع الغله الحلوه. دونك لهنا عندي اورانج، عندي شويه كيوي، عندي هذوكم الميني نوتيلا، عندي زاده شوكولا. كالعاده البنات باللي موجود عندكم في الدار تنجموا تعملوا بلاتو مزيان. تشوفوا البلاكار نتاعكم شنو هو فيه، شويه لوز لهنا مع شويه بانان، شويه ماكارون مع شويه نوا. دونك اللي موجود عندكم البنات.
زادا البنات لهنا عملت فاصون عجة تونسية، دونك كيما قاعدين تشوفوا بالنسبة لصوص تومات حضرته قبل بليلة خاطر عملت بيتزا وعملت بالعنب زايد هكا باش نخلي للبغانج. دونك لهنا جست الصوص تومات حطيت مع عليه هكا كل واحد هكا بيضة وحد دخلته للفور. دونك جست في الفور لمدة 7 دقائق. دونك لهنا كيما قاعدين تشوفوا البنات سايي كيف ما تشوفوا دونك بغاش يكون خفيف هكا. بالوقت الحقيقي البنيت اخذ مني ساعة ونص تحضير. دونك البنيت هكا ان بارتاجي معاكم. دونك وانتم البنات تنجموا تعملوا باللي موجود عندكم. تنجموا زاد اذا كان تحبوا تعملوا الا الجاتو جاتو ناتور جاتو مغبغي هذوك من الكل ولا كب كيك تنجموا تحضروهم قبل بليلة وتخلوهم هكا من غدو يكونوا حاجة سهلة. تلقاهم سهلين البنات وتخفف عليكم زادة الخدمة نهار لحد. سينو زادة الطاولة تنجموا تحضروا حتى هي قبل. دونك تحضروا الصحنة متاعكم إلا إيش باش تستعملوا. دونك باش يجيكم البنات حاجة هكا معنا ما فيهاش برشا تعب وإلا زادة خاصة إذا كان عندكم ضيوف وتحبوا تعملوا برانش. دونك ننصحكم برشا حاجات تحضروها قبل من الليلة باش ما تضيعوش برشا وقت نهار لحد وباش زادة ما تتعبوش وتفرهدوا في بنهاركم. دونك توا صايي ما بقى لي كان باش نقول لكم بسلامة وان شاء الله في فيديو جديد.